يروى. موضوعنا اليوم عن زواج الشغار في الجاهلية، حين كان الزواج صفقة لا مودة. قبل بزوغ نور الإسلام عاش العرب في الجاهلية حياة تحكمها الأعراف القبلية والتقاليد القاسية. فكان الإنسان أحيانا يظلم باسم العادة وتهدر كرامته باسم المصلحة. ومن أبرز صور ذلك الظلم ما عرف بزواج الشغار، وهو نوع من الزواج الذي كشف بوضوح عن النظرة الدونية للمرأة في ذلك العصر. وزواج الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل آخر، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته من دون مهر، وكأن المرأتين تستبدلان ببعضهما